بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم النهارده على درجات الغضب. والغضب حاجة صعبة، وإحساس الواحد إنه مظلوم أو إنه اتغلط فيه أو كده بيضايق جدا. فالنبي عليه السلام يقول لك: القوي من يملك نفسه عند الغضب، ليس القوي بالسرعة ولكن من يملك نفسه عند الغضب. يعني في ساعة الغضب انك انت تسيطر على نفسك وما تديش الجوارح وتكظم غيظك، ما تديش للجوارح مداها، عشان ياما بنشوف دلوقتي في حوادث حوالينا كلها، سواء القتل او التشاجر او الكلام ده كله بسبب في لحظات الغضب. وبنشوف حوالينا في كل ثانية في الشوارع وفي وسائل التواصل الاجتماعي ازاي الغضب لو انت ما ملكتوش ممكن يؤدي المصايب تدفع ثمنها طول عمرك، وتبقى مصايب في الدنيا وفي الآخرة وانت محاسب. انت ربنا اداك عقل تكبح بيه الجماح. طيب، ربنا ادى بقى 3 درجات: الكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ يعني انت الغضب جالك وكتمته، دي درجة كويسة، بس دي اول درجة. والعافين عن الناس، بعد فترة الكظم ده خلاص بقى انت يعني خلاص يا عم انا مسامحك، بس كده لا بقى، هم دول بيحبهم ربنا؟ لا، والله يحب المحسنين. المحسنين دول ايه بقى؟ واحد غلط فيك، لا انت بتحسن اليه، انت بتعمل له خير، ودي عايزة ترفع ودرجة كبيرة جدا من السلام الداخلي، حاجة صعبة في غاية السوء، في غاية الصعوبة. الدرجة بتاعت النبي بقى عليه الصلاة والسلام والأولياء الصالحين، يعني النبي عليه السلام كان يعني الراجل اليهودي اللي كان بيرمي الزبالة قدام بيته، وبعد ما اتأخر يومين 3 ما بيرميش الزبالة عشان يأذي النبي، راح يزوره وعرف انه عيان، راح زاره. ده المحسنين بقى. والله يحب، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الحب بقى ربنا بقى اللي بيحبه، ده اللي هو اللي قدر على نفسه الدرجة دي بقى، دي درجة كبيرة قوي، طبعا صعبة، كلام عنها سهل لكن تنفيذها صعب، عشان ما نبقاش يعني متجنيين، واللي ما وصلش الدرجة دي يبقى زعلان. هو طبعا بنحاول، ولكن هي موضوع في التعامل مع الناس في منتهى الصعوبة انك انت توصل لدرجة المحسنين، لكن حاول توصل لها، دي درجة كبيرة قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. وتخيل كده المجتمع لو سادت فيه صفة الإحسان دي، المحسنين دول زادوا في المجتمع، مش هيبقى فيه انتقام، ولا هيبقى فيه اصلا انتقام. هقول لكم حاجة، الانتقام هيفيد بايه؟ يعني اللي حصل. ايه رأيك انك انت يعني تاخد ده في الآخرة بس؟ فنتمنى من الله ان نصل الى درجة المحسنين، اللي هي مش درجة سهلة ابدا. نتمنى ان نكون من الكاظمين الغيظ او العافين عن الناس، ونتمنى ان نكون من المحسنين حتى يحبنا الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله.